أهم 10 دقايق في يومك المشي بعد الأكل على طول. السكر اللي بيضرب في مخك بعد وجبة تقيلة أو إحساسك بالخمول ممكن تعالجه بمجرد إن أنت تمشي مشي بسيط أو تعمل حركة بسيطة. وأنت أول ما بتتحرك العضلات بتبدأ تستغل السكر اللي في الدم ده، فارتفاع السكر في الدم أو الإحساس بالخمول لأن طبعا الدم رايح المعدة عشان يهضم ده ممكن نعالجه بحركة بسيطة. فلو مشيت 10 دقايق على طول بعد ما تاكل الدنيا هتتغير عندك، هضمك هيريح، إحساسك بالخمول هيروح، وهتساعد جسمك إن هو يهضم الأكل ده. وده ما يمنعش إن الوجبة اللي بناكلها لازم تكون صحية عشان برضو ما تديناش الإفكت اللي احنا مش عاوزينه. يعني ممكن اتنين ياكلوا وجبات مختلفة ويمشوا بعد الأكل ولكن لسه واحد هيحس بخمول وإحساس مش كويس لأن هضم الأكلة نفسها فيها مشكلة، أو الأكلة دي عندك حساسية منها، أو الأكلة دي تقيلة جدا أو سعراتها كتيرة. فلازم نخلي بالنا من الحاجتين دول برضو واحنا بنتكلم عن الحركة بعد الوجبة. فكل اللي انت محتاج تعمله ان انت تمشي 10 دقايق بعد الوجبة بتاعتك، سواء الفطار او الغداء او العشاء، لو بتفطر او تتغدى او تتعشى على حسب النظام اللي انت حابب تمشي عليه. ف10 دقايق بعد كل وجبة هتلاقي اخر اليوم ان انت اتحركت 30 دقيقة من غير ما تحس باي مجهود، ولكن نشطت جسمك ونشطت مزاجك واتحركت بعد الاكل. فالفكرة هي دايما اتحرك بعد الاكل حتى لو هتبقى جوه البيت، لان خلاصة الموضوع ده هيساعدك في الهضم، ولو ما ساعدش في الهضم هيساعدك في التركيز، ولو ما ساعدش في التركيز هيبعد عنك الخمول. وما تنساش مهما عملت بعد وجبة غير صحية احنا ما استفدناش اي حاجة، وخليك دايما واعي.